أهلا بيكم من تاني في قناة Mental Health. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيمس كل واحد فينا بشكل أو بآخر، وهو الحدود الشخصية. إيه هي الحدود؟ ليه مهمة؟ وإزاي نتمسك بيها لما نتحط في اختبار؟ يعني إيه حدود؟ الحدود هي خطوط غير مرئية بنرسمها علشان نحافظ على راحتنا، طاقتنا وسلامنا الداخلية. هي اللي بتوضح للناس إحنا مرتاحين ليه وإيه اللي مش مقبول بالنسبة لينا. هي اللي بتخلينا نحس بالأمان والاحترام والتحكم في حياتنا. ليه الحدود مهمة؟ لأنها بتساعدنا نبني علاقات صحية، بتفكرنا إننا مهمين، وبتعلم الناس إزاي يتعاملوا معانا. مثال: شخص بيقدر الوقت جدا، بس بعض أصحابه بييجوا متأخرين دايما ومش شايفين إن ده شيء كبير. الموضوع كان بيضايقه لحد ما قرر يقولهم بصراحة ده بيضايقني، وطلب منهم يحترموا وقته. العلاقات الصحية بتسعى لاختلاف الأولويات، بس بشرط الاحترام المتبادل. لما تقول إنك هتتأخر بس، ده لوحده بيصنع فرق كبير. إزاي أحط حدود؟ الحدود بتتكون من تربيتك، شخصيتك، ثقافتك، تجاربك وعلاقاتك. علشان تحدد حدودك راقب مشاعرك. لو بتتضايق أو تتوتر أو تحس إن طاقتك بتستنزف مع حد أو في موقف معين، ده علامة إن في حدود محتاجة تتحط. احترامك لنفسك معناه إنك تعرف حدودك وتلتزم بيها. حقوقك الأساسية في الحدود: 1. من حقك تقول لأ من غير ما تحس بالذنب. 2. من حقك تتعامل باحترام. 3. من حقك تحط احتياجاتك أولوية. 4. من حقك تغلط. 5. من حقك ترفض توقعات مش منطقية أو فوق طاقتك. الحدود والصحة النفسية صحيح مش دايما سهل إننا نحط حدود، خصوصا في البداية، لكنها أدوات قوية بتحمي توازننا النفسي وبتوضح للناس إزاي يتعاملوا معانا بشكل محترم. واحترم حدود الآخرين. لما حد يقولك هو محتاج إيه، اسمعه. ولو حاسس إن في حد مش مرتاح، خد بالك من العلامات دي: مفيش تواصل بصري، بيبعد بجسمه، بيرد بإجابات قصيرة، بيضحك بتوتر، بيتكلم بسرعة، عامل دراعه كروس، جسمه مشدود، بيترعش، أو بيبعد. لو مش متأكد اسأل بلطف: حاسك مش مرتاح، تحب نتكلم؟ السؤال ده ممكن يفتح مساحة أمان وراحة للطرف التاني. وخليك مستعد، هيجي وقت وحدودك هتتجرب. حد هيعدي الخط أو ممكن تحس إنك مضغوط فتتنازل عن حقك. فكر من بدري، لو ده حصل هتتصرف إزاي؟ اتمرن إنك تتمسك بموقفك بهدوء واحترام. النهاية: الحدود موجودة علشان تحمي سلامك النفسي، وإنت المسؤول الوحيد عن تحديدها والتعبير عنها والدفاع عنها. كانت معكم عهد، متخصصة في الصحة النفسية. شكراً إنك كملت معايا للآخر. ده لوحده خطوة قوية ناحية الوعي. لو الكلام لمسك شاركه، يمكن يساعد حد تاني كمان. تابعني، لأن كل مرة هناخد خطوة أعمق ونخرج منها أقوى. أشوفكم في فيديو جديد.